بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. كل سنة وانتم طيبين. أتم الله عليكم وعلينا رمضان نحن جميعا بألف صحة وسلام. بكرة إن شاء الله المتمم 30 لشهر رمضان. طيب ايه النهاردة اللي عايزين نوجهه بقى وتبقى رسالة خفيفة وبسيطة كده على قلوبكم كلكم؟ احنا مشينا خط سير حلو قوي في رمضان. يعني اللي كان عنده تغيير جذري في حياته وانتقل من الأقل للأكثر ومن الأسوأ للأحسن، يا ريت يستمر وما ينقطعش، لأنه رب رمضان هو رب شعبان، هو رب 2025، هو رب الشهور الميلادية والهجرية، هو رب الكون العظيم، هو رب البشرية والرسل أجمعين. فطبيعة الحال لما بنتهي شهر رمضان، رمضان خلص بقى. طب ما ايه المشكلة ان رمضان خلص؟ يعني اللي بدأ في حاجة يكملها بقى. يعني عملت خط جميل في حياتك وتغيير حسسك بشعور بالأمان بالأمن، عطفت على حد، طلعت صدقة ما تقطعهاش، كنت بتكمل علم معين استمر عليه، كنت بتكتب حكمة كل يوم في كراسة أو معلومة دون، كنت بترن على ناس ما كنتش بتكلمهم والأمور اتصافت تماما ما بينكم، ما تقطعش. الرسالة كده متهيألي وصلت، لأن المداومة والاستمرار هم أساس النجاح في أي شيء. فما ناخدش إن شهر رمضان هو ده هدية من الرحمن لينا. هو إيه اللي اختلف في شهر رمضان غير أي شهر من الشهور أو السنة؟ غير إنه أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل ليه؟ هدى ورحمة للعالمين. تمام؟ فلما احنا بنيجي نقطع وبعدين نكمل بعد السنة الجاية، يبقى في إرهاق وملل، ويبقى عندنا دافع وشغف عليه في الأول، وفي النص بيقل شوية، في الآخر نسيناه وترجع ريمة لعادتها القديم. دي اللي احنا مش عاوزينه، لأن الأيام كلها زي بعضها. ربنا رب الكون ادانا الحسنات ليل ونهار، الصلوات هي بس الفرق اللي كلنا بنتجمع في التراويح، وهم الثمان ركعات بتوع قيام الليل. اللي يقدر دلوقتي، اللي كان بياخدهم تراويح ونوافل قيام ليل 16 ركعة غير التهجد وغير عفوا غير الشفع والوتر، ياخد منهم كل يوم ركعتين أو 3 أو 4 أو 6، يعني اللي يقدر عليه. تمام؟ افتكر بقى كده ان الرسالة وصلت.